السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مع وصفة اليوم من مطبخ زمان الخير. وصفة اليوم مخصصة لعشاق القهوة. شوفوا لي هالحلويات هي صحن هالحلا ما أحلى. رح نعمل اليوم مع بعض حلا أو بيتي فور حبات القهوة. خلونا نشوف مع بعض شو مكوناتها وكيف رح نجهزها. لتجهيز حبات القهوة بيلزمني كاستين طحين حطيت عليهم رشة صغيرة ملح، نص كاسة كاكاو خام مو محلى، 3/4 كاسة بودرة سكر بودرة، نص كاسة سمنة بحرارة الغرفة أو سايحة ما بتفرق، نص كاسة نشا، نص كاسة زيت نباتي، معلقة قهوة، ونص معلقة نسكافيه سريع الذوبان. خلونا نشوف كيف رح نجهزها. بالبداية أنا رح شيل الطحين. هلا بدي أنزل بالمواد السائلة اللي هي السمنة، هلا بدي انزل نص كاسة الزيت، زيت نباتي، هنزل فوقهم القهوة، النسكافيه، النشا. يعني بدي انزل بكل المواد فوق بعضهم ما عدا الطحين، اخر شي بدي اضيف الطحين. السكر، وعندي باقي الكاكاو. هلا بدي اقلبهم مع بعضهم. رح بدي ذوب المكونات مع بعضها كتير منيح. بدنا نحركهم منيح حتى ما يبقى في تكتلات. شوفوا كيف حتى النشا والسكر والكاكاو ما يعملوا تكتلات مع الزيت والسمنة. لازم نحركهم وهيك نعمل بهالطريقة هي حتى كله يدوب مع بعضه. حركهم كتير منيح كتير منيح، لاني بس حطيت الطحين ما بدي يعجن كتير حتى ما تفشل معنا الوصفة. هلا بهي المرحلة حركوا قد ما بدكم وذوبوا المكونات كتير على الاخر، لاني بس ضيف الطحين ما بيصير اعجنهم كتير، بدي يلم العجينة لم بس حتى تنجح معنا الوصفة. هلا حركون براحتكم. هلا السكر والكاكاو وكل المكونات دابت مع بعضها منيح. رح انزل بالطحين بالتدريج، ما رح انزل فيهم دفعه واحده، رح انزل فيهم بالتدريج. طبعا الطحين مثل ما قلت لكم ضفت عليهم رشه صغيره ملح. طبعا الطحين كمان لازم يكون منخول، انا ناخله الطحين قبل ما اشتغل فيه. ممكن طبعا ياخدوا كل كمية الطحين، ممكن ياخدوا أقل شوي، ممكن يحتاجوا أكتر شوي حسب. هلا رح نشوف. نحن حاطين كاستين طحين للمكونات اللي قلناهم. نضل نضيف الطحين حتى تلتم معنا العجينة وتكون معنا عجينة ناعمة وما بتلزق. هلا هيك بلشت تلم معنا العجينة. أنا بدي أشيل المعلقة وأعجن بإيدي، أعجنها هيك شوي بس بهدوء حتى تاخد كمية الطحين. أخدت معنا كاستين الطحين كاملين وبكفي، لا بدها أقل ولا بدها أكتر. هيك كتير قوامها حلو. هلا رح ألم الطحين والعجينة منيح. هلا هيك العجينة لمت معنا، صار شكلها حلو وطري وناعم. هلا بدي انتقل لتشكيل العجينة. بدنا نشكل
العجينة بناخد قطعة الحجم اللي بدكن اياه. طبعا مو حلوة تكون شكلها كبير، نشكلها هيك نعطيها شكل بيضوي وبصفها بالصينية. حاول تكون الكمية كلها والقطع كلها نفس المقاس. شايفين شكلها كيف عم بعطيها مو دائرة، خلي مسافة صغيرة بين القطعة والتانية. تشكيلهم كتير سهل وحلويات سريعة، يعني ما بتاكل وقت معنا بالتحضير، سهلة كتير. هيك خلصت الكمية أنا اللي عندي. طبعا هي ما عبت الصينية كلها، بس أنا ما يعني ما عملت كمية كبيرة، هيك بتكفي. هلا آخر مرحلة عندي سكين أو أي شي بدي أنا أعمل هيك خط بالنص، هيك بهالشكل هاد، يعني شكلها كأني عم شكل حبة قهوة. شايفين كيف؟ هيك بدي أعمل كل الكمية خط هيك بالنص. هيك صارت شكلها مثل حبات القهوة. شايفين شكلها ما أحلى؟ هلا رح أدخل الصينية على الفرن. وهي الشكل النهائي لحبات القهوة. شوفوا شكلها ما أحلى، فعلا شكلها مثل حبات القهوة. بتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديوهات وحفظوها عندكم.